اهالينا قالوا لنا اللي ملوش خير في اهل بيته ملوش خير في حد. يبقى ازاي يا عزيزي سايب المدام تشتكي؟ او حتى لو ما بتشتكيش، الفشل في العلاقه الزوجيه بيؤدي للتوتر، بيأثر على حياتك كلها، بيتنقل اسرع من البرق، مش بس في البيت، لا ما في شغلك وتركيزك، حتى في شعورك بالسعاده. كل ما تفكر في الفشل جسمك بيسمع الكلام. في العلاقه الزوجيه الجسم بيفرز هرمون اسمه هرمون الدوبامين، ده اللي بنسميه هرمون السعاده. هرمون السعاده ده هو اللي بيديك طاقه ايجابيه، بيخليك تتحمل حياتك وتتحمل ضغوط الحياه كلها. عشان كده العلاقه الزوجيه مهمه عموما لحياتك، دي مش رفاهيه او مجرد انك بتأدي واجب. لما يكون عندك مشكله الضعف في حلول كتير، احيانا كتير بتبقى المشكله نفسيه، واحيانا تبقى عضويه، ولو عضويه هنا تبقى بتاعت انا بقى. احيانا كتير العلاج الدوائي بيبقى هو الحل الامثل وبيجيب نتيجه مستمر، واحيانا لما تكون الحاله مستعصيه يبقى الحل هو الدعامه، حل امن بيرجع لك السيطره طول العمر. ما تقلقش، اطمن، الحكايه دي بالذات دايما ليها. لو ليك اي استفسار يا عزيزي سيبه لنا في الكومنتات وهنرد عليه، وافتكر دايما ان اللي هتأجله النهارده هيكلفك بكره كتير. كان معاكم دكتور مينا جميل، استشاري المسالك البوليه والتناسليه.